بالنسبة للجزء التوعوي لصرف الأدوية، أنت بتقوم طبعا بالدور ده؟ بنفهم المريض بكده، يعني احنا طبعا بنتكلم معاه ونقول له سعره ايه، حاجاته ايه. والادويه ديت بنساله برضه لو هو عنده سكر بيعاني من اي حاجه من قبل كده، بنساله نعرف منه هل في حاجه معينه بيعاني منها ولا لا، بس وعلى اساسه برضه بنثق الدواء اللي موجود في الروشته. بحيث إن هي مثلا ما تعملش مضاعفات معاه أو أكيد كده. طبعا. اه. بنسمع منه لو هو عايز يستفسر عن حاجه بنسمع منه. لا، لو حد مثلا حابب يغير أدوية. يغير ادويه؟ اه. اعتقد مفيش حد لغايه دلوقتي قال لنا على حاجه زي كده، بس لو غير ادويه هقول له ارجع للدكتور اللي كاتب لك. لازم الطبيب المختص هو اللي يكتب طبعا. احنا بس بنعرف لو في ادويه هو بياخدها من قبل كده ولا لا، المرض اللي عنده موجود من قبل كده، عشان لو في اي حاجه تاثر عليه او تتفاعل مع الدواء اللي عنده نقدر نفهمه كده. طب رسالة حضرتك ايه لمصر الخير يا فندم؟ انا صراحه انا اول مره اجي هنا في القاهره، بس صراحه رائع ممتاز. انا ما شفتش حاجه بالشكل ده ابدا، يعني كل حاجه هنا بلاش. في ناس بتبقى متخوفة من موضوع أبو بلاش ده، متخوفه من ايه؟ من الحاجة اللي هي المجانية. المجانيه؟ اه. لا هم اكيد جربت الناس وجت قبل كده ماشي، وعارفه ان هي مفيش حاجه اسمها كويسه منها. اتشرف باسم حضرتك يا فندم؟ بص يا بابا ده دكتور ماجد. دكتور ماجد، شكرا.